السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم. كفتة بطريقتين يا بنات في منتهى الجمال، تشكيل روعة مع صوص الدقوس، صوص المشاوي الشهير، مع صوص الطحينة. بجد تحفة. حاجة بسيطة جدا وسهلة، أسهل من الطريقة اللي انت هتشوفيها ديت مش هتلاقي أبدا. بجد شوية رز بقى كده يستاهلوا بقكم يا بنات. تعالوا بقى نشوف الكفتة بتاعتنا عاملة ازاي من جوه. ما شاء الله تبارك الله، شايفين مستوية 100%. طعمها بقى خطير طبعا، يعني بسهلة وبسيطة ان شاء الله هتعملي، هتكوني استاذة في الكفتة ديت بالطريقتين دول. تعالوا يلا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وندخل على الوصفة. انا عندي نص مفروم، عندي بصلة كبيرة مبشورة بالمية بتاعتها، معلقتين بقدونس مفرومين، وعندي معلقتين ليا مبشورة. انا بشيلها في الفريزر وببشرها لما اكون عايزاها. طب لو ما فيش ليا يبقى احنا هنحط اللي هي اللحمه بتاعتنا، تجيبيها دسمه من الجزار، يبقى 20% على الاقل دهن فيها. عندي 3 فصوص توم مبشورين، عندي معلقتين بقسماط. لو ما فيش بقسماط يبقى ممكن مكانهم دقيق، وهنا معلقه دقيق او معلقه نشا. اهم حاجه بس اللي هي البقسماط او دقيق، ودقيق ونشا. يبقى اهم حاجه 3 معالق ونص ليمونه مهمه جدا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. تعالوا بقى نشوف البهارات بتاعتنا. بهارات برضو بسيطة خالص. أنا عندي فلفل أسمر، عندي ممكن بهارات كفتة أو بهارات لحمة، عندي ملح، عندي زنجبيل، شوية بابريكا، ممكن في 7 بهارات. يعني البهار اللي انت بتحبيه هتحطيه للكفتة بتاعتك. اهم حاجه بقى العجن يا بنات، تعجني فيها من مده من 7 ل 10 دقائق كده، لغايه ما الانسجه كلها تتداخل مع بعض. شايفين مش بان البصل من الخضره من اي مكونات احنا حاطينها، وتبدا تعمل وياك خيوط بالشكل ده. يبقى انت فعلا خدمتيها في العجن، مستحيل هتفك معاكي وهتطلع طريه وتستوي منك في منتهى السهوله، وهتبقى مضمونه ان شاء الله. عندي بقى عشان الكفته بتاعتنا بتلزق شويه، هنحط في ايدينا زيت او ميه اللي موجود عندك، وهنبدأ ناخد قطعة كده وهنحطها بين راحة اليد. شايفين السمك؟ وهنعملها زي القرص كده بالظبط، او زي الفلافل يعني. هنعمل كمان واحدة كده. اهم حاجة بس السمك ما يبقاش تقيل، ما يبقاش تخين يا بنات. شايفين رفيع، السمك بتاعها يبقى رفيع علشان نعرف نسويها كويس وتستوي ويانا كده. انا عملت نص الكمية اهوت بالشكل ده. عايزة تعملي الكمية كلها اقراص كده مفيش مشكلة، عايزة تعملي الربع وتسيبي التلات ارباع اللي هي الصوابع يعني، ده اللي يريحك. اي شكل انت عايزة تعمليه منه مفيش مشكلة. بس انا قلت انا اقسم كده العجينة نصفين وهعملهم بالطريقتين دولت. اظن سهلة ومش مش هتبقى فيها اي مشكلة خالص. النص التاني برضو تاني بالنسبة ليه هي المفروم بتاعي. بعد كده هاخد قطعة كده في ايديا، وطبعا هي العصاية ديت اللي هي او الخشبة بتاعت الشيش طاووق، هي بتبقى طويلة بس انا قسمتها علشان تديني الحجم الصغير ده اللي انا عايزاه. يعني هاتي اللي هي الخشبه بتاعت الشيش طاووق وقطعها كده بالنص، هتديكي الحجم ده. وزي ما انت شايفه حطي بقى قطعه اللحمه كده، وحطي اللي هي خشبه في النص، ولف ايديكي حواليها هتطلع بالطريقه دي. اهم حاجه بقى هنسيبها في التلاجة يا بنات. هحطها بقى طبعا، انا هرصها هنا في الطبق، وهسيبها الكفته عندي في التلاجة نص ساعه. اهم حاجه يعني لازم تبقى في التلاجة نص ساعة عشان تديكي نتيجة كويسة. عبال ما هنسيبها بقى في التلاجة، هنعمل شوية رز حلوين هتحبوهم جدا بطريقة سهلة جدا. عندي هنا بصلة مبشورة كويس، وهسيبها في معلقتين او 3 سمنة كده، وهحطها كده لغاية بس ايه ما تطلع الريحة بتاعتها وتصفر، حاجات بسيطة كده. بعد كده هنزل بتوم، عندي حوالي 3 فصوص توم حطيتهم يا بنات. بعد كده بقى عندي ورق لوري اللي هي البهارات اللي هي الجافة عندنا، ورق لوري، قرفة خشب، ليمون لومي، طبعا الكركم ده اساسي طبعا، الزنجبيل، فلفل اسمر. وعندي ممكن عايزه تحطي 7 بهارات، او عايزه تحطي يعني بهارات لحمه او فراخ برضو مش هتقول لا. انا هنا حطيت اللي هي ماجي وممكن الاستغناء عنها. بعد كده عندي رز بسمتي، عندي كوبايتين انا كنت نقعاهم نص ساعه، وهقلبهم في التتبيله بتاعتي الروعه دي بالشكل ده. كده خلصت، قلبتها كويس، حطيت معيار الرز ميه، وهسيبه لغايه ما هي تتشرب الميه بالظبط كده اهوت. شرب الميه، شايفين ما شاء الله اللون زي قمر خالص ازاي. بعد كده بقى ايه هقفل عليها اللي هي الغطا، هغطيها وهسيبها على نار هاديه جدا لغايه ما هتستوي تماما.
تعالوا بقى نعمل السلطه الدقوس بتاعتنا، سهله وجميله جدا، طعمها تحفه يا بنات في المشاوي. والله انتوا عارفين يعني طعمها كده انك انت ممكن تاكليه كده مع اللي هي الرز كده لوحده. تعالوا نشوف مقاديرنا. عندي 3 حبات طماطم، عندي حزمه بقدونس على كزبره او اي نوع فيهم، عندي فلفل اللي هو حراق اللي هو حامي يعني او بارد، عندي ليمونه، عصير ليمونه، وعندي آه، اللي هي الملح والكمون يا بنات. طبعا انا وطبعا 5 فصوص ثوم. معلش انا يعني قلتهم المقادير بسرعه، هكتبهم لكم في صندوق الوصف. تمام. يبقى هو اللي هو الثوم والبقدونس او الكزبره والطماطم والكمون والملح. اهم حاجه بقى تضربيهم في الخلاط. لو انت ما عندكيش كبه، لا اضربي في الخلاط زي الطريقه بتاعتي كده. بصي افتحي واقفلي، افتحي واقفلي، هتبقى تديكي اللي هي الخشنه بالشكل دوت. يعني ما تخليهاش سايله خالص، يعني احنا بنضربها على طول في الكبه. طب انا ما عنديش كبه، طيب خلاص هنعملها في الخلاط. تعملي بس نفس الطريقه اللي انا عملتها كده وهتطلع شايفين خشنه في منتهى الجمال، جميله جدا. مش لازم يكون عندك كبه عشان تعملي سلطه الدقوس، طعمها تحفه. تعالوا بقى هنعمل الطحينه وسهله جدا. عندي ربع كوب طحينه ونص ليمونه. انا حطيت معلقه خل بس ما بانتش في التصوير يا بنات. عندي هنا فصين توم مدقوقين. انا بصراحه بعشق الثوم مع مع الطحينه والملح حسب الرغبه. هنا بقى كوبايه، يعني مش كوبايه، هي ربع كوبايه عشان دي كوبايتي دي صغيره قوي. عندي ربع كوبايه لبن رايب يا بنات، او لو ما فيش لبن رايب زبادي. بس لو عندك اللبن الرايب جربيها بيه، بيدي اللي هي الطحينه لمكان تاني خالص، بجد تحفه. طعمها بص بيتغير، بص 180 درجه. قد ايه ناعمه ويعني طعمها فعلا لذيذ، مختلف عن اي نوع طحينه انت ممكن تعمليها. جرب كده اللبن الرايب لو عندك، لو ما عندكيش خلاص ممكن تعمليها بالزبادي. ادي السلطات بتاعتنا العسل خلصوا. وبعد كده الكفته طلعت بقى من التلاجة، هي بقى لها نص ساعه او ازيد. هحطها في الفرن على حراره 200 في الرف الاوسط لمده من 10 دقائق لغايه تلت ساعه او ربع ساعه على حسب ما هتستوي منك. اهم حاجه بس يكون الفرن سخن جدا جدا يا بنات. انا عندي طيب ده في الفرن اللي هي الكفته. طيب هنا بقى ديت القراص ديت في طاسه فيها شويه زيت، حطيت الكفته بتاعتي. اهم حاجه بقى هنفضل نقلب فيها كذا مره. ده طبعا مكعب زبده، ده اختياري بس انا حبيت احطها، بتدي بقى لون وطعم كمان للكفته بنات تحفه بجد والله. شايفين هو مكعب صغير خالص اهوت بس بيغير طعم الكفته. اهم حاجه بقى في تسويه الكفته ديت انك انت تقلبيها مره واثنين وثلاثه، يعني يعني مثلا كل دقيقه قلبيها، يعني كل دقيقه قلبيها، ما تسيبهاش تحمر خالص من جنب وبعد كده الجنب التاني تحمر مرتين، لا. يعني كل فتره كده بس، كل دقيقه قلبيها، كل دقيقه قلبيها هتبقى تديكي اللي هو اللون الجميل ده الموحد، وفي نفس الوقت هتكون استوت من الجنبين في منتهى يعني السهوله جدا. شايفين بقى ما شاء الله كفتة روعة تحفة بجد. يعني النوعين الكفتة دولت بص يعني ما شاء الله حاجة في منتهى السهولة، وإن شاء الله هيطلعوا مظبوطين جدا. الاتنين بصراحة أحلى من بعض. الرز بتاعنا الجميل القمر شايفين مفلفل، اللون بتاعه ما شاء الله كهرمان تحفة بجد، طعمه كان ريحته جايه في آخر الشارع. الكفتة بتاعتنا الجميلة اهي طلعتها من الفرن، شايفين يا بنات اتحرقتش ولا عملت ولا كشت ولا عملت فيها أي حاجة. تمام. زي بس اظبطي بس الحرارة بتاعة الفرن، ده مهم جدا. والعجن بتاع الكفتة هو ده الأهم حاجة، تديكي كفتة مظبوطة. عندي بقى هنغرف بقى الرز وهنبدأ نرص اللي هي الكفتة. هنراجع تاني هقول لكم تاني اللي هي الكفتة اللي في الفرن على حرارة 200 يا بنات، على حرارة 200. الفرن يكون سخن جدا، هتفضل من 10، انا بخليها من 10 دقايق لربع ساعة. تمام. ولو انت فرنك هادي شوية خليها تلت ساعة بس، ما تكترش عن كده، والكفتة تكون استوت ان شاء الله في الرف الاوسط. طبعا الرف الاوسط يا بنات، وبعد كده هتطلع وياكي في منتهى الجمال زي ما انت شايفه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ حاجه بجد. صلصه الدقوس بصوا، انا والله بجد بقول لكم انت هتسيبوا الكفته وهتاكلوا صلصه الدقوس والطحينه مع الرز بجد. يعني صلصه الدقوس دي بصراحه انا اول مره اعملها، وبصراحه طلعت تحفه 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 لجميع انواع المشاوي يا بنات، مش للكفتات بس او للفراخ بس. بجد جربوها هتعشقوها. يا رب الفيديو يرضاكم، والسلام عليكم.